أهلين، كيفكم؟ بدي أعمل معكم اليوم كيكة كتير سهلة، بس اللي حيميزها كيكتي اليوم إني بدي أحط لها طبقة هيك من كريمة طيبة واقتصادية. أول شي نفتح الفرن. فتحت الفرن على درجة حرارة 180. بعدين جهزت صينية الخبز اللي بدي أخبز فيها كيكتي. أنا اليوم اخترت صينية مدورة قطرة 20 سنتي. أنا حبيت تكون شوية صغيرة الصينية عشان بدي الكيكة تكون مرتفعة نوعا ما. وطبعا الكيك في له مقادير جافة ومقادير سائلة. حأبدأ معكم أول شي بالمقادير الجافة. عندي كوب من الطحين رح أنخله. تمام. أثناء النخل حنزل معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة كربونات، وربع معلقة من الملح. وعندي نص كوب من الكاكاو البودرة، نوعية نكهتها طيبة تكون، الكاكاو المر يعني. كيف هلا بنخلهم سوا. اتأكد تماما اني خلطت الطحين والكاكاو كتير كويس. شيلهم على جنب ونجي للمقادير السائلة. عندي 3 حبات من البيض، ضروري يكونوا طبعا مثل ما دايما بنتفق على درجة حرارة المطبخ. وعندي كوب من اللبن الزبادي كامل الدسم كمان بدرجة حرارة المطبخ. أول شي حأضرب البيض ضربة خفيفة، بعدين راح أحط له اللبن الزبادي. طبعا بعد ما خلطت البيض مع الزبادي راح أضيف لهم معلقة كبيرة، يعني مو مليانة، من الفانيليا السائلة. ممكن تستعملوا الفانيليا البودرة العادي. عندي هلا نص كوب من الزيت حضيفه وارجع اخلط. الآن بعد ما اندمجت كل المكونات السائلة مع بعض بدي أضيف المكونات الجافة عليها. حضيفها على دفعتين. طبعا يا جماعة أنا أضفت كوب من السكر على المقادير السائلة ودمجتهم سوا. بعدين أضفت المقادير الجافة فوق السائلة. وهلأ أنا بدي أتأكد إنه كل الكاكاو اندمج. شوفوا الأطراف كلها بنزلها، أتأكد من تحت كمان إنه كل شي اندمج. شوفوا لي ما شاء الله على هالخليط الحلو. كيكتي جاهزة حتى تدخل بالفرن، فحخليه 35 إلى 37 دقيقة وبعدين بشق عليه. طبعا الكيك بمنتصف الفرن والفرن مسبق التسخين. أسهل تغطية نعملها للكيك حتدعولي عليها لأنه كتير سهلة كتير بسيطة وطيبة جدا صراحة. وفيكم تتحكموا انتو بالنكهة اللي انتو حابين تكون التغليفة عليها. عندي علبتين من الدانيت لأني حابة تكون تغليفتي اليوم بنكهة الشوكولا. إذا حابين تكون التغليفة تبعكم مثلا بطعم الكاسترد أو بطعم الكريم كراميل، فيكم تستغنوا من نكهة الشوكولا لنكهة الكاسترد أو الكريم كراميل. حطيت علبتين من الدانيت. هلا عندي دانيت كاسترد ححطهم معه، جا بالي هيك اضيف نكهة كاسترد. هلا عندي ظرف واحد دريم ويب حضيفه فوقن. هلا انا حاعطيهم تحريكة بسيطة. وهلا حستعمل المضرب الكهربائي. التغليفة صارت جاهزة بدي احطها بالثلاجة لحتى يستوي الكيك ويبرد تماما. بعدين حضيف له هيدي الخلطة اللذيذة. طبعا هي والكيكة حارة، طلعتها وهي سخنة عملت فيها خروم. وهلا حنزل بيالة حليب دوبت فيها معلقة صغيرة مليانة من النسكافيه. وهلا حشرب فيها كيكتي وهي سخنة. عشان نقلب الكيك لازم نستناه يبرد تماما. انا هلا استنيته برد صار ما احلاه. هلا بس انا ايش بحاول اني بس زيح الاطراف. بسم الله. شوفوا الطراوة يا جماعة، شوفوا شايفين ما أحلاها.
خليني ادوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن الوصف. واو، الكيكة هشة جدا، اخذ نكهة القهوة. الطبقة اللي فوق خيالية. استنوها تبرد شوي وشوفوا كيف. بتمنى يا جماعة تجربوا طريقتي بعمل الكيكات، حتستمتعوا جدا بالنتيجة، حتستمتعوا انه بالطريقة سهلة كمان. ألقاكم على خير بوصفة جديدة إن شاء الله.